وأنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها السيدات والسادة، فلقد أدى الجميع هنا يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة وصلاة العصر جمع تقديم، وأدى معه الصلاة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة. أدى الصلاة من كبار رجال الدولة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي ألقى خطبة الجمعة وتحدثت عن فضائل إعمار الوطن والاستشهاد في سبيله. ومن كبار رجال الدولة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور خالد حنفي وزير التموين، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمهندس حسام مغازي وزير الري، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل، وكوكبة من ضيوف مصر الأكارم الذين يحضرون مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مصر المستقبل، وتصفيق من المصلين هنا في جامع ومسجد السلام بشرم الشيخ، وهتاف للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعوات بنجاح هذا المؤتمر الذي نرجو له جميعا كل النجاح والتوفيق.